ألا يلا امنع عننا الهم والهرم، وجرنا من الشيطان وعوانه اللئام. أنا أعوذ بك من زلة اللسن والقدم، ومن كل هفوة تبطل الأجر والصيام. وأنا الشاعر اللي ما تجنى ولا ظلم، ولا سار بين الناس بالدس والملام. من الوعي والإلهام نستنبط الحكم، وبالمنطق المعقول نمضي إلى الأمام. مساكم الله بالخير جميعا، لجنة التحكيم والأخوان الحاضرين والمشاهدين من وراء الشاشات. والقصيدة بعنوان حمامة السلام. بعيدا عن التتويه والخوض في عدم، وعن رسم أساطير الخيالات والهيام، إذا صف شعار اليمن لم والتحم، بموقف يجسد للوطن روح الالتحام. 80 شاعر جزل بالاسم والرقم، ومن طاب فاله منهم ياخذ الوسام. على منبر الإبداع نستثمر القيم، ونجني محاصيل المودة والاحترام. فشكرا لمن نظم، وشكرا لمن دعم، وشكرا لمن قيم وسهل لنا المهام. هنا يبدع اللاعب، هنا يبدع اللاعب، ويتحمس الحكم، ويتفاعل الجمهور معهم بشكل عام. هنا المقصد الأقوم، هنا الموقف الأهم، هنا أعظم مهمة تبتغي مننا اهتمام. هنا بين، هنا البيضاء، هنا يافع الأشم، هنا لحج والمحويت والحب مستدام. هنا إب والضالع وصعده، هنا دهم، هنا شبوه القدوة، هنا مارب الكرام. هنا المهرة الحرة، هنا المهرة الحرة، وعمران قد ألم وحجه حضرموت أسطورة الدان والنغم. وللساحل الغربي حكاية من الغرام. هنا الحالمة متعشمة في عدن عشم، هنا الحالمة متعشمة في عدن عشم. هنا نسمة الورد السقطري مع الخزام، وقلب اليمن يحكي لكم ما حصل وتم، وما تم إلا جمعنا اليوم برض سام. ومن عاصمة سام بن نوح إلى إرم، إلى عرش بلقيس المجيدة، إلى شبام. مناقب وتاريخ اليمن منذ القدم، وما حققوا آباءنا القاده العظام. مناقب وتاريخ اليمن منذ القدم، وما حققوا آباؤنا القاده العظام. بنوها وصانوها وجاروا بها الأمم، حضارة تولى عرشها العدل والنظام. وكم في قصص تاريخ أمجادنا، وكم فكم في قصص تاريخ أمجادنا، وكم ومن ثم للحاضر خلاصة من الكلام. دعونا نضع مرهم على الجرح والألم، ونطفي مقابيس العداوات والخصام. دعونا نغير نبرة السب والتهم، لكي لا يظل بيننا شرخ وانقسام. فما قد حصل يا شعبنا بان وافتهم، ولا عاد حاجة للتفاصيل يا فهام. دعونا نرمم ما تشقق وانهدم، دعونا نرص الجهد كي نرفع الركام. دعونا نجسد وحدة الصف والعلم، وهذا الذي نرجوه في البدع والختام. فماذا لشعبا وحد الصف واعتصم بحبل الذي في عروة خير الاعتصام. ففي جمعنا قوة، وفي أرضنا نعم، ولا بد نتفاهم ونتقاسم المهام. فقولوا نعم يا أخوة الدم واللزم، ويا من بكم يتحقق الأمن والسلام، ويا من بكم يتحقق الأمن والسلام. صوتوا للشاعر أحمد محمد سند على الرقم 35. للتصويت ارسل رسالة SMS برقم الشاعر إلى الرقم 5085 من جميع الشبكات المحلية. أحمد محمد سند، هذه قصيدتك الرائعة، وهذا الفخر والافتخار باليمن الكبير الحبيب، التي بالفعل وقفت في 8 سنوات موقف الأبطال بالفعل، وأمام العلم تقول نحن اليمن. الكلمة للأستاذ علوان، تفضل. أحمد محمد سند مدخل جميل فيه الكثير من القيم النبيلة. يتميز النص بالسلاسة، ويتميز الإيقاع الذي يخلقه حسن التقسيم بانسجام بالغ. فشكرا لمن نظم، وشكرا لمن دعم، وشكرا لمن قيم وسهل لنا المهام. هنا يبدع اللاعب، ويتحمس الحكم، ويتفاعل الجمهور معهم بشكل عام. قصيدته مبنية على اللعب بالألفاظ، اللعب أو اختيار الألفاظ، حسن تأليفها. الصورة تكاد تكون غائبة. القصيدة اشتغال على الموضوع، يكاد موضوعه
متعلق باليمن من أجمل المواضيع، واشتغاله على تأليف الألفاظ وتناغم الأسماء والمسميات التي وردت وتم استدعائها في النص من جميع أنحاء اليمن بطريقة جميلة ما فيهاش أي نتوءات. لكن يبقى هناك الصورة مهمة جدا جدا في الشعر. جميل. هذا الشغل يحتاج صورة. نحن نقدره، هو فن، هو في حد ذاتها فن، أنك جعلت القصيدة كلها عبارة عن مشهد عام، لكن أيضا الشعر فيه الصورة لازم تحضر. شكرا دكتور تفضل. شكرا جزيلا. أنت استحضرت الأدب بمعناه اللغوي الاصطلاحي وبمعناه الأخلاقي التربوي القيمي، وهذه تحسب لك. في القصيدة أيضا ترابط نصي، تدفق لغوي، فيها وحدة فنية وموضوعية فيما يخص كتل هذه القصيدة. أيضا فيها افتخار شامخ، افتخار باذخ باليمن، بلدة بلدة ومحافظة محافظة، هنا أبيان، هنا لحج، هنا إب، هنا شبوة، هنا صنعاء، هنا عدن، هنا اليمن السعيد، هنا تراب نقبله نقدسه نشم، غدا يا موطني ستعود أحلى ويرحل عنك ليل مدلهم، غدا ستردد الدنيا نشيدي إلى أن ينطق الحجر الأصم. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك دكتور. الأستاذ فؤاد تفضل. حياك الله. ربما تكون قصيدة ابتعدت عن التنميق والزخرفة. طبعا من البداية قال لنا هو بعيدا عن التتويه والخوض في عدم وعن رسم اساطير الخيالات والهيام كما قال، جابها وعلى هدف، يعني ركزت على هدفها الإنساني اللي وضع من بداية الجاهلية عن القبائل اليمنية. يقول: إذا احتربت يوما فسالت دماؤها، تذكرت القربى فسالت دموعها. إذا صف ويتجسد ذلك في قوله: إذا صف شعار اليمن لم والتحم، بموقف يجسد الوطن روح الالتحام. ولم ينسى الشاعر في كل مكان يمر به أن يضع بصمة هنا أو علامة هناك. طبعا انطلق إلى الوطن كله. هنا حضرموت الدان، أسطورة النغم، هنا نسمة الورد السقطري مع الخزام. الله يرعاك. إذا يا ابن السند استمعت لرأي لجنة التحكيم، ويبقى أن تعمل على ما قالت لجنة التحكيم. شكرا لك ولوجودك معنا في هذا اللقاء. شكرا لك. أتذكرك من عهد شداد بن عاد، وفي رمح شمر يهرعش مجد منقوش، وفي عرش بلقيس أحضن أركان ووتاد.